السلام عليكم. في الفيديو ده هنتكلم ازاي ان احنا نغير في السي اس اس بتاع المشروع من غير ما نغيرها في السي اس اس، احنا بنغيرها في الاتش تي ام ال. في الفيديوهات اللي فاتت احنا شفنا ازاي ان احنا نعدل على فكره الكلاس، وهي انسب فكره في ان انت تعمل كلاس معين وبعد كده تروح بالجافا سكريبت تحطه على الاليمنت لما يحصل ايفنت معين. يعني هي هتكون احسن حاجه في ان انت تعمل بيها الفكره دي. لكن لو حبيت فانت تقدر تستخدم سي اس اس جوه الجافا سكريبت. تقدر تكتب سي اس اس جوه الجافا سكريبت. اللي احنا هنعمله ان انا عندي التكست ده نبذه عن الحاجات اللي انت تقدر تعملها، ان انت مثلا تقدر تغير الباك جراوند. لو رحنا هنا للتكست ده اللي انا بس خليت اليمنت واحد علشان الشرح يكون واضح، هقول له تكست دوت ستايل. اول حاجه هقول له ان انا عايز ادخل على الستايل. لو دوست هنا دوت هتلاقيه ان هو ادالك حاجات كتير، منهم هتلاقي هنا الاين ايتمز، الحاجات اللي لها علاقه بالفليكس، الباك جراوند، الفونت سايز. هتلاقي اليمنتس كتير ليها علاقه بالسي اس اس تقدر ان انت تتعامل معاها. وفي بس فرق بسيط في الكتابه. لو رحنا هنا عند الستايل وحبينا ان احنا نغير الباك جراوند كلر، فهقول له باك جراوند. هعمل كده؟ لا، بدل دي بنحط كابيتال، بنشتغل او بنكتب باسلوب الكامل كيس اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو بتاع الجافا سكريبت. فهقول له هنا باك جراوند كلر بالشكل ده، وهعمل يساوي واحط اللون اللي انا عايزه. هقول له مثلا ريد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طيب هقول له حاجه تاني. انت كده فهمت الفكره. لو فهمت الفكره دي فانت اغلب البروبرتيز هتلاقيها، وهتلاقي ان هي بتتكتب باسلوب معين وتقدر ان انت تتعامل معاها. يعني لو فهمت اسلوب الكتابه ده وفهمت ان انت بتجيب الاليمنت، بعد كده تخش على الستايل، بعد كده منه تكتب البروبرتي بتاعتك وتكتب الفاليو بتاعتها او القيمه بتاعتها، فده انت كده فهمت، قطعت شوط كبير قوي. هديكم نموذج تاني او اكتر من نموذج للفكره دي علشان تكون واضحه بشكل كويس. عندنا مثلا تكست دوت ستايل دوت كلر، وهقول له هنا ان الكلر المره دي اللي هيكون مناسب مع الاحمر هو الابيض بالشكل اللي انتم شايفينه ده. عندنا تكست دوت ستايل دوت فونت سايز، مش فونت سايز بالشكل ده، فونت سايز بالشكل ده، واقول له مثلا ان هي 100 بكسل وليكن بالشكل اللي انتم شايفينه ده. زي ما انتم شايفين هي فكره بسيطه، ممكن في اوقات او مواقف معينه تحتاج ان انت فعلا تستخدمها، ما تستخدمش الكلاس. لكن الصراحه اللي انا شفته وفي الواقع يعني الناس بتستخدم الكلاس والاي دي بناء على ايفنت معين، وهنتكلم عن فكره الايفنتس في الفيديوهات الجايه. بيحصل حاجه معينه، تريجر معين على الكلاس. يا رب الفكره بتاعت الفيديو ده تكون واضحه وتكون بسيطه، ونكمل في الفيديوهات الجايه ان شاء الله.